السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ عملت الشمع العطري بطريقة سهلة وبسيطة وأرخص مما يكون. أنا كان عندي بواقي من الشمع سيحتها على النار وحطيت لها كمان من قلم الروج أو ألوان طعام، وده فتيل، اسمه فتيل، مش أي خيط، لازم فتيل. وحطيت له زيت عطري وحطيت له جليتر من بتاع المكياج. حابة تحطي اللون من ألوان الطعام براحتك خالص. حابة اهو الفتيل ومثبتاه في شمعة في قالب السيليكون بتاع الكيك. حابة تحطي جليتر حطي، حابة تعمليه كمشروع في قوالب السيليكون اعملي، حابة تجيبي شمع خام اعملي. انا جبت شمع من الشمع العادي جدا اللي عندي، الابيض ده اللي هو الفراعنة ده العادي جدا ابيض، وطلعت منه الفتيل بتاعه، واستعملت الفتيل وكسرت الشمع وعملته شمع عطري. حطيت له زيت عطري من عند اي واحد بتاع عطور بالبرفان اللي انت حباه، وحطيته في قوالب السيليكون كده. طلع معايا شكله شيك جدا، ممكن تعمليه وتعملي قاعدة حلوة في البيت بروايح جميلة وبس كده. حاجة بسيطة وسهلة جدا. هعمل قدامكم حاجة تانية. انا حطيت، ممكن تحطي الوان طعام وممكن تحطي من قلم الروج وممكن تحطي من الاي شادو، الالوان مش مشكلة عندنا. سيحتهم كده على نار هادية في حاجة مش بستعملها، لما ساح حطيت له جليتر اللي احنا بنحطه على جسمنا، اللي هو اللي بيدي لمعة ده، الترتر زي ما بيقولوا. وحطيته في برطمانات وثبت الفتيل بمشبك علشان ما يقعش، اسمه فتيل مش اي خيط. وعملت في القوالب كده، وافتكروني بدعوة حلوة واي زيت عطري من عند الراجل بتاع العطور، هيبقى عندك شمع تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله.